السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم. إن شاء الله هناخد المنهج بتاع التربية الفنية النظري بطريقة سهلة جدا، ما تقلقوش من أي حاجة. وطبعا لو أول مرة تشوفوا قناة نقوش كريمة بقوش، فما تنسوش إن انتوا تشتركوا، تعملوا اللايك الجميل بتاعكم عشان زمايلكم كمان يشوفوا الفيديو ده. الجزء الخاص بقى بالرسم، ازاي نرسم في الامتحان، ده موجود أكتر من فيديو على القناة بشرح فيه الكلام ده. فيلا بينا نشوف المنهج النظري بتاعنا. طيب، أول جزء في المنهج عندنا بيتكلم عن التصوير الفوتوغرافي، والتصوير الفوتوغرافي ده بيعتبر نوع من الفنون اللي هو بيبقى بيسجل الوقائع والذكريات اللي بتحصل. وطبعا الأعمال اللي بتكون بالكاميرا بتكون أعمال واقعية. يعني إيه واقعية؟ يعني ما فيهاش تحريف غالبا، لأنها بالكاميرا بتصور اللي حاصل. وإحنا عندنا من أدوات التصوير الفوتوغرافي ده الكاميرا، والكاميرا بقى فيها منها نوعين. يعني زمان كانت الكاميرا التقليدية اللي بتحط فيها الفيلم، ودلوقتي بقى في الكاميرا الحديثة اللي بتتحط فيها بطاقة أو شريحة بتسجل عليها كل حاجة، وبتكون ذاتية الضبط، مش زي القديمة اللي كان ممكن تقعد تظبط العدسة والفتحة بتاعتها وتحط فلاتر والحاجات دي. فطبعا اختلف الكاميرات من القديم للحديث. طيب، عندنا حاجة كمان تانية اسمها الملصقات. الملصقات هي نوع من الدعاية، زي كده ما بتلاقوا ناس حاطة اعلان لازقاه على حيطة، لازقاه على كافيه، على اي مكان، ده اسمه الملصق. ده الهدف منه ان هو طبعا يوعي الناس بحاجة معينة، ينفذ باستخدام الرسوم والكتابات والتركيبات. وكمان بيبقى له مواصفات عدة، يعني في صفات بتبقى خاصة بالتصميم نفسه، وحاجة خاصة بالمنتج، خاصة باللون والشكل التكوين الفني. طبعا محتويات الملصق ده بيحتوي على رمز، وبيحتوي على كتابة وتقسيم هندسي، يعني بيوزع العناصر ازاي، وطبعا بيحتوي على ألوان. يعني ايه محتويات الملصق دي؟ الرمز مثلا، وليكن لو احنا بنقول عاملين ملصق عن حافظ على نظافة المكان، فبنعمل حد بيمسك منديل، بيمسك يعني حاجة قمامة وبيحطها في الصندوق، ده رمز. طب الكتابة اللي هي حافظ على نظافة المكان. التقسيم الهندسي بقى ده بتاع توزيع الأشكال اللي موجودة دي. هل التقسيم ده احنا عاملينه هرمي، عاملينه حرف ال، عاملينه في شكل دايرة. وكمان التلوين، لأن الألوان طبعا بتكون مهمة جدا، وهي اللي بتأثر وبتجذب العين. طبعا الحاجة المهمة غالبا دايما بنحطها باللون الأحمر عشان يلفت النظر. وبقية العناصر طبعا بنستخدم فيها الألوان، سواء الأساسية أو الثانوية. وكل ده طبعا بيؤثر على قوة جذب المشاهد وعلى التصميم نفسه. طيب، زي ما اتعودنا في المنهج بتاع التربية الفنية ان احنا بنتعرف على 3 من الفنانين. واحنا عندنا دلوقتي المثال محمود مختار. يعني ايه مثال؟ يعني بيعمل تماثيل. مثال يعني بيعمل تماثيل. فهو كان رائد لفن النحت. ولد محمود مختار بالمحلة الكبرى، قرية طنبارة، عام 1891. التحق بمدرسة الفنون الجميلة. طبعا قلنا ان هي زمان كانت اسمها مدرسة الفنون الجميلة العليا، سنة 1908. فاز بالميدالية الذهبية في صالون باريس عن تمثال نهضة مصر المصنوع من الجرانيت الوردي. طبعا تمثال نهضة مصر ده كان في الأول موجود في ميدان رمسيس، ثم نقل عام 1955 إلى ميدان النهضة، وبقى علامة مميزة جدا في الجيزة أمام حديقة الحيوان. أكيد كلنا أول ما بنشوف التمثال ده بنعرف خلاص إن احنا وصلنا حديقة الحيوان. أهم أعمال المثال محمود مختار بقى تمثال طبعا زي ما قلنا نهضة مصر، تمثال عروس النيل، تمثال سعد الزغلول، هو عمل منه 2، واحد في الإسكندرية واحد في القاهرة، وتمثال ابن البلد، وزوجة شيخ البلد، الفلاحة، حارس الحقول، رياح الخماسين، حاملات الجرار، حاملة الجرة، بنت الشلال، نحو نهر النيل. طبعا حاملة الجرار أو حاملات الجرار اللي هي الأواني اللي كانوا بيحطوها فوق راسهم، اللي بيحطوا فيها المية. تميز أسلوب مختار بالجمع بين قوالب النحت المصري وكلاسيكية الفن الحديث. اتسمت أعماله بالواقعية والتكوين الجمالي والبعد عن التفاصيل. خدوا بالكم كمان إن النحت صعب جدا، يعني يكون فيه تفاصيل كتيرة، فتلاقي برضو الخطوط بتاعتهم خطوط يعني نقدر نقول إن هي واضحة وبسيطة جدا.
امتاز أسلوبه كمان بجمال الشكل وعمق المضمون، وذلك بالتعبير عن الفلاحة المصرية. زي ما شفنا هو عمل أكتر من تمثال زي عروس النيل، برضو دي تعتبر فلاحة، وحاملات الجرار وحاملة الجرة وبنت الشلال، كل ده بيمثل فيه الفلاحة المصرية. وكمان تمثال نهضة مصر، إن المرأة بالنسبة له هي عنصر أساسي في المجتمع، وطبعا بالنسبة للجميع يعني مش بالنسبة له هو بس. كمان يوجد المتحف الخاص به في حديقة الحرية بالجزيرة، يعني جنب الأوبرا كده في حديقة اسمها حديقة الحرية، فيها الكثير من أعمال الفنان مختار. تاني فنان معانا هو الفنان أحمد عثمان. تخرج من مدرسة الفنون التطبيقية قسم الفنون الزخرفية، وذهب بعثة إلى إيطاليا لدراسة النحت، وحصل على درجات عالية في النحت. عمل أستاذ لقسم النحت عام 1937 بالفنون الجميلة. كان يؤمن أن الفن وسيلة علاجية لكثير من الانحرافات، وأنا كمان والله بؤمن بالموضوع ده جدا، ولذلك أنشأ قسم النحت بليمان ترى. كان لآرائه أثر كبير في إنقاذ معبد أبو سمبل بالنوبة، كما شارك في ترميم أجزاء من تمثال رمسيس. طبعا هو ادى آراء ان القطع بتاعة المعبد او التمثال كمان تتقطع بالمناشير الكهربائية، وبعدين يبدأوا يرقموها وينقلوها فوق، علشان خاطر طبعا لما كان الفيضان هيجي كان معرض كل الحاجات دي، معبد أبو سمبل من الآثار اللي كانت معرضة للغرق، فطبعا بآرائه دي أنقذوا المعبد من الغرق ونقلوه فوق أعلى الجبل. طبعا معظم الأعمال بتاعته كانت بتعالج قضايا قومية. من أهم أعماله النحت البارز للمدخل الرئيسي لحديقة الحيوان، وكمان النحت البارز في سرايا القبة، ونحت البارز بنادي ضباط الجيش بالزمالك، وتمثال نجيب الريحاني، وتمثال محمود تيمور. ومن أهم أعماله اللي نقدر نقول إن هي بتيجي كتير في الاختبارات تمثال الصحة والرخاء، وتمثال نزهة، وده مصنوع من الحجر الصناعي. تالت فنان معانا النهاردة هو فنان الشعب الفنان محمود سعيد. ولد محمود سعيد بالإسكندرية عام 1897. التحق بالسلك القضائي ووصل لدرجة مستشار، لكن النزعة الفنية عنده خلته يرجع تاني للفن. اشترك في عدة معارض في نيويورك وباريس وفينيسيا، وكذلك التحق بمرسم الكوخ في باريس. أول من حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1960. عبر عن مظاهر الحياة الاجتماعية، وكان له قدرة عظيمة على تنظيم المساحات والخطوط. تدخل الفنان محمود سعيد والفنان محمد ناجي للإفراج عن الفنان عبد الهادي الجزار والفنان حسين يوسف أمين عندما قدم للتحقيق بسبب لوحة الجوع. تعالوا بقى نتعرف على أهم أعماله الجميلة الرائعة. أول حاجة ذات الرداء الأزرق، وعندنا اللوحة المشهورة جدا لوحة بنات بحري بما أنه من الإسكندرية، ولوحة بنت البلد، والسيرك، الزنجية، الصلاة. خدوا بالكم ان في لوحات مشهورة جدا، فممكن اللي بيحط الامتحان يجيب لكم لوحة ما تكونش معروفة قوي زي لوحة السيرك او الزنجية او بنت البلد، بما ان الثلاث لوحات الصلاة وبنات بحري وذات الرداء الازرق معروفين جدا، او ان هو يجيب لكم الحاجة المعروفة بس ناخد بالنا. تعالوا بقى نتعرف على فن النسيج. عندنا فن النسيج ده بيعتبر من أقدم الصناعات، وقد نبغ فيها المصريون القدماء. استخدموا الكتان بكثرة، ويعتبر النسيج القبطي من أجمل المنتجات الفنية التي اتسمت بالدقة والتميز. اشتهرت الإسكندرية بالمنسوجات الكتانية، يعني المنتجات أو المنسوجات الكتانية كانت موجودة بكثرة في الإسكندرية، ولكن الصوف كان موجود في مصر العليا مثل أخميم وأسيوط وأهنسيا والبهنسة. تتميز المنسوجات بتاعتهم بزخارف متعددة. ابتكر الفنان القبطي تصميمات زخرفية متنوعة، واستخدم فيها عناصر عديدة زي شجرة الحياة والكائنات الحية والرؤوس الآدمية، الخيول المجنحة. كمان استخدم الكباش ذات القرون الضخمة، واستخدم طبعا الصليب والحمامة والنجمة والسمكة
والعنب وورقة الشوك، كل دي من العناصر اللي استخدمها الفنان القبطي في المنسوجات بتاعته. خدوا بالكم ان كلمة يعتبر النسيج من اقدم الصناعات بتيجي كتير جدا في الامتحان. تعالوا دلوقتي نشوف النسيج في الفن الاسلامي. ورث العرب فن النسيج من الاجيال السابقة مع استمرار تطوير المنسوجات والملابس والخيام والستائر والأغطية، وأقيمت مصانع خاصة لملابس الخليفة وأهل بيته. تستمد زخارف النسيج من الكتابات العربية والعناصر الهندسية والحيوانية ومن الزخارف التجريدية. احنا عارفين ان الفن الإسلامي بيبعدوا فيه عن تصوير الكائنات الحية، فكان الفنان بيعمل على تجريد الحيوانات والعناصر الآدمية لزخارف تجريدية. طيب أنواع المنسوجات الإسلامية دي عندنا حاجة اسمها الديباج، والديباج ده هو قماش حريري بيدخل فيه نسيجه الذهب والفضة، وده اللي بيتم صناعة كسوة الكعبة منه، لأنه بيدخل فيه تكوينه الحرير، بيدخل فيه تكوينه الذهب والفضة. عندنا حاجة كمان منسوجات اسمها الدمشقي، وبرضو ده عبارة عن قماش حريري به زخارف من لون أو من نفس لون القماش. عندنا كمان الأطلس، وهو نوع من القماش المموج منسوج من الحرير. عندنا كمان الألاجة، قماش مصنوع من الحرير والقطن ومزخرف بأشرطة رفيعة مقلم ذات ألوان جميلة، زي ما كنتوا تسمعوا في الأفلام القديمة يقولك إيه الوجاهة والألاجة دي. الألاجة ده طلع نوع من القماش اللي مصنوع من الحرير، يعني حد لابس لبس فخم جدا. طبعا لو لسه معايا لغاية دلوقتي فانتوا من الأبطال، يلا ادوني لايك بقى على الفيديو الجميل ده والشرح ده. ما تنسوش تتابعوا الفيديو للآخر، وبرضو تعملوا شير للفيديو ده لو انتوا شايفين ان هو هيفيد زمايلكم. النسيج السادة ده هو أبسط أنواع النسيج، وبيتكون من خيوط السداة واللحمة. عندنا كمان السجاد الوبري، وده عرف في مصر القديمة، ولكن أول من عرفه هم الصينيون. عندنا أنواع بقى النول اللي كانوا بيعملوا عليه النسيج. في نول اسمه نول بسيط، ونول اسمه نول السجاد، ونول على شكل دايرة. طيب ايه أشهر الأماكن اللي كانت بتنتج النسيج ده وما زالت بتنتجه حتى الآن؟ عندنا قرية الحرانية وقرية شبرمنت وقرية كرداسة. طبعا الحرانية دي اللي فيها الفنان والمهندس رمسيس وصواصف، وهو من أكتر الفنانين المهتمين بالنسيج. وطبعا قرية الحرانية مشهورة جدا بإنتاج النسيج، وكذلك شبرمنت وكرداسة. ولكن لو جالي في الاختيارات وفيهم واحدة بس يبقى قرية الحرانية. وبكده نكون خلاص شرحنا كل المنهج بمنتهى البساطة. استنوا كمان فيديو هيكون فيه ان شاء الله الأسئلة المراجعة المتوقعة بإذن الله. وما تنسوش ان انا هحط لكم بإذن الله في الوصف كمان كل الفيديوهات المتعلقة اللي بنتعلم فيها ازاي نرسم في الامتحان، وازاي نحل الأسئلة المختلفة كل سؤال على حدة، سواء التصميم الابتكاري او التعبير الفني او التذوق الفني. كل الأسئلة دي هتلاقوا طريقة حلها، فما فيش حاجة صعبة خالص. وبرضه ما تنسوش ان انتوا لايك واكتبوا لي اي كومنت عندكم، واسألوني على اي حاجة مش فاهمينها وان شاء الله هرد عليكم. طبعا في فيديوهات بتتحط على قناتي التانية very easy draw، ان شاء الله برضه هحط لكم اللينك بتاعها في القناة، علشان في فيديوهات بنزلها هناك مش تبقى موجودة على القناة هنا. تمنياتي ليكم بالتوفيق، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. مع الف سلامة.